هو قال ايه؟ تحترم الدوله. لا عذرا بس ثواني اتفضل. هو بيتكلم عن الطوائف حتى اللي موجوده ثواني يا فندم زي البهائيه ثواني يا فندم انا لا اعترف بالبهائيه كتير جدا وما في ممكن. طب اتفضل يا استاذ. القانون 462 سنه 55 نص في الماده الثانيه منه على اعتراف الدوله بالأقباط الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس فقط لا غير. يبقى إذن أنت عندك 3 طوائف فقط لا غير. أما اللي قالهم البهائية والغير البهائية لا ينتسبوا إلينا. دي نمرة 1. نمرة 2 الأستاذ إذا كان هيقارن مصر أقباطها ومسلميها بفرنسا أو بأسبانيا مقارنة غير حقيقية، مقارنة غير مقبولة على الإطلاق، لأن المصري المسيحي موجود قبل المصري المسلم، والمصري المسلم اقتنع بالإسلام بعد أن دخل الإسلام مصر. وده تراكم الأديان. ده تاريخ الأديان. والأسبان. لا استنى بس نقف حضرتك بس. الأسباني المسلم موجود قبل كل مسيحيين أسبانيا كلهم. أنت يعني ال 2 مليون الأسباني دول تم قتل الملايين من جدودهم كلهم في محاكم التفتيش كلها. أستاذ ممدوح يعني يا ريت تزود أنت مقيم في منطقة شبرا وبالتحديد جار كنيسة السيدة العذراء بمسرة. أنت تعلم أن المصلين يخرجون بالآلاف ثم يوفدون آخرين مكانهم ويخرجون آخرين. أول مرة أعرفها من حضرتك. لا حضرتك هقول لحضرتك على حاجة. أول مرة أعرف. أنت تعلم أن شارع مسرة بعض الأحيان بيبقى فيه مصلين مكتظين مسيحيين كتير. تمام. احنا ما ده في الافراح بس يعني حضرتك بس خليه بص استاذ ممدوح. استاذ رمسيس يعني انا كرجل مسيحي عارف كنيسه العذراء مسره التي سبق فيها ظهور الست العذراء والتي ولها. يبقى اذا لما تيجي تقول لي ان 10% ان المسيحيين مش محتاجين دور عباده، اقول له يعني ده انت راجل بتشوف بعينك ان الناس ما بتصليش. ولو على الفرض الجدلي ان الدوله المدنيه الاتيه وان المجتمع الحر المنفتح انت لك مصلحه في ان كل كنيسه النهارده اصبح لها ملحق عباره عن دور لرعايه المرضى ودور لرعايه الايتام ودور للمجتمع باسره دون تمييز بين مسيحي ومسلم. وحضرتك عارف ان هناك ملحق لمستوصفات ومجمعات وتوجيهات وتدريس. طب استاذ رمسيس، مش الاهم من واحنا بنتناقش دلوقتي احنا رايحين لدوله مدنيه ولا قاعدين بنتكلم ومرجعيتنا كلها مرجعيه دينيه؟ يعني بمعنى الدول اللي استشهد بيها استاذ ممدوح دول بتقيس بمنطق مختلف عن المنطق اللي احنا بنقيس بيه. يعني احنا كنا نتعشم ان بناء دور العبادة لازم يبقى له علاقة ويراعي أشياء كتير، منها الكثافة السكانية، منها التنسيق الحضاري، شكل مصر اللي جاي هيبقى شكله عامل ازاي. لكن احنا مش هنرجع تاني لكنيسة ومسجد وخناقة. بالظبط. ده مشهد غير مقبول. ونحن نرفض. نحن أيضا نصر على أنه يجب أن تكون الكنائس في مناطق بالنسبة للأقباط، وقلنا للكثافة السكانية، وقلنا للتصاريح، وقلنا للمباني، وقلنا للدور للأماكن الملحقة بالكنيسة، قلنا الكلام ده كله. هو يعني مفكرين ان في حالة صدور القانون المسيحيين هيبنوا بين كل كنيسة وكنيسة كنيسة؟ لا طبعا. طب هو ده لغم موضوع برضه في توقيت ده برضه عشان يعمل فرقة أكتر ولا لا ده ليس لغم في توقيت، ولكن هو بداية الدولة المدنية. ادي قانون دور العبادة لسه منتظرين قانون. لا ما عشان حضرتك انت موافق عليه عشان القانون مر على الكنيسة. انا معترض عليه لانه ده لا ما هو في مشكلة كبيرة جدا. لا في مشكلة كبيرة. هو معترض على القانون على المشروع. لا معترض على انه بيروح حتة تفصيلية إدارية. هو معترض على التفصيل الإداري وانت مش معترض على القانون. لان القانون مشكلته انه مر على الكنيسة قبل ما يتوافق عليه بهذه الطريقة. المشكلة أحمد السمان المتحدث الإعلامي قال إحنا عرضنا مشروع القانون على الكنيسة وفقط عليه الكنيسة. طب يا سيدي العزيز عايزين نتكلم على سيادة القانون؟ طب القانون ما فيهوش سيادة القانون أبدا. ما فيهوش موازين عدل. ده اللي قال كده يبقى مسؤول عن مقولته. لكن القانون لم يعرض على الكنيسة. أنا بعض القول إلى قائله، بعض القول. هو إلى الآن مشروع قانون ومفروض إنه مشروع قانون، لكن مشروع قانون مطروح للنقاش المجتمعي. لما اتحط فيه بند و12 من شهرين أو من شهر إن الدولة هتراقب الأموال اللي تأتي الكنائس صارت الدنيا ما حدش يراقب. الله انتوا مش بتقولوا مواطنه؟
مش نقول احنا شركاء، مش نقول احنا مش زي اسبانيا، احنا في مصر ودي بلدنا. مش كل الجهاز المركزي والدوله دي سيادتها على مين؟ على الجامع بس والكنيسه لا. الجامع يتفتش وامن الدوله تخشه وتعتقل والكنيسه لا. الاموال تراقب للجامع والكنيسه لا. مش في سياده قانون على الجميع، على الكنيسه والمسجد، مش في سواسيه على طول. ليه اعترضت على الاموال اللي يردوا احنا فيها. اموال الكنائس طبقا لقانون الاوقاف مراقبه من الجهاز المركزي وزاره الاوقاف او مجلس الاوقاف الكنائسي بيقدم تقارير كل سنه الجهاز المركزي يراقب للجهاز المركزي. لا طبعا بما ان الاوقاف القبطيه بتقدم تقارير، اذا من حق الجهاز المركزي يراقب. يعني ينفع انا في خط المحامين السنه واحده يا فندم؟ هخليك تتكلم والله. لا دي واحده بس، مساله مهمه جدا. انا في خط المحامين قد الجهاز المركزي ادوا له التقرير ده، خد التقرير ده وخلاص كده. الجهاز المركزي بيخش ومن حق الجهاز المركزي. طيب تعالى يا جهاز المركزي. موجوده في خط المحامين. لان دي سلطان الدوله. ده اسمه سلطان الدوله. هي دي المواطنه، هي دي سياده القانون. ان سلطان الدوله يمتد الى كل مكان. لو الجهاز ما مارسش عمله يبقى تقصير من الجهاز. لا ما كان في رفض. لا هم رفضوا واعلنوا على عده الصبح. اعلنوا. طب انا عايزه مين اللي اعلن يا فندم؟ ايا كان سين من الناس بين قوسين. لا انا بقول لك انت بتتكلم، انت قلت هم اعلنوا. حدد يا استاذ حسن. ناس كتير جدا عادت رفضها. اتفضل يا استاذ رمسيس. حضرتك وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف القبطية المسيحية تقدم تقريرا سنويا للجهاز المركزي للمحاسبات. حتى هذه اللحظة والتقارير موجودة في الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للمحاسبات ينزل لأي وقت يراقب طبقا لما تقدمه. طيب. وطبقا للاصول الموجوده. انا سالت حضرتك على حاجه وما جبتش اجابه. مساله الحصر عدد الكنائس بعدد السكان. ما هو دي كانت في القانون حصر قلت لي كانت في القانون في مشروع القانون متشارك مجامله. ثواني يا استاذ ممدوح. دي كانت في مشروع القانون. حكومه مؤقته من حقها تعمل قوانين بالشكل ده. احنا لسه هنتكلم بس على البند الثاني. البند اللي قال صدقني. اتفضل يا استاذ رمسيس. صدقني نسبه الكنائس الى الاقباط 10%. طب ونسبة المساجد للمسلمين؟ نسبة الكنائس أنا بتكلم. ثواني لا استنى هسألك السؤال ده. نسبة المساجد للمسلمين. طيب انا هسألك السؤال ده وانت قلته اساسا. يا استاذ ممدوح. يا استاذ ممدوح 10%. حضرتك عاوز تنادي ببناء مليون مسجد، نادي ببناء مليون مسجد. يعني نسبة الكنائس الى الاقباط 10%. يعني ايه 10%؟ يعني هقول لحضرتك عندما تمتلئ الكنائس حتى اخر مقعد فيها في وقت واحد يكون 90% من الاقباط خارج الكنائس. لا ما حصلش. انا بقول لحضرتك. انا بقول لحضرتك واحنا مش مصريين. ده انا ساكن جنب كنيسه ورايا من كده. انت بتقول كده الكلام ده ما بيحصلش. دلني على اي كنيسه فيك يا مصر المسيحيين بيصلوا خارجها. النقطه الثانيه عدي على كنيسه مسره. ده في ناس مشاهدين محترمين نقول لهم خدوا بعض انتوا الاثنين وروحوا كنيسه مسره. بلاش مسره دي. بلاش اشمعنى. لا طب اشمعنى كنيسه مسره. لا اي كنيسه. شوف حضرتك النقطه الثانيه في القانون اللي اعترضت عليها. المساله النقطه الثانيه مساله ان كل دور عباده لابد يكون مساحتها 1000 متر. طب انت كده بتضع شرط لمن يستطيع. احنا عندنا في ديننا في المساجد ما عندناش قيد. يعني نبني مسجد لو مترين 3 200 متر في اي مكان نبني مسجد. واخد بال حضرتك؟ تحت عماره مش عارف ايه. مش مشكله تحت عماره عشان سوزان دخل القانون من قيمه كام سنه. وزاره الاوقاف غيرت من بعض البنود في مساله البنى والغاء الزوايا. الست سوزان اعترضت على مساله البنى تحت العماير دي. لكن خلينا في القانون ده دلوقتي ما نخش في موضوع ثاني. خلينا في القانون 1000 متر. مين يستطيع يبني 1000 متر في ظل ارتفاع الاسعار البناء دلوقتي والتجهيزات والكلام ده كله؟ 1000 متر محتاج كام مليون؟ انت تقصد يبقى لا يستطيع تحديد. نعم ما يتمش تحديد الحد الادنى يقل يعني. ما يتمش تحديد. اكبر مركز اسلامي في اسبانيا 100 متر. اكبر مركز اسلامي سمحت به الحكومه الاسبانيه 100 متر. تخيل دير ابو مقار 2700 فدان. تخيل التسامح اللي عايشين فيه في مصر. ومع ذلك احنا بنخلق مشاكل. بندور على المشاكل في 2700 فدان عشان تتعبى وتاخد راحتك. ده غير دير ابو مرمينا 600 فدان، ودير مش عارف 600 فدان و100 فدان و100 فدان. الفاتيكان كلها 100 فدان. الفاتيكان كلها دوله الفاتيكان كلها 100 فدان. يعني تخيل مدى السماحه اللي احنا بنعيش فيها في مصر ومع ذلك هناك البعض يسعى لخلق مشاكل، لزرع مشاكل. 1000 متر مين يستطيع من المسلمين يبني 1000 متر في ظل نظام حسني مبارك اللي افقر البلد كلها؟ غير اللي هيجيب تمويل بقى من هنا ومن هنا. نفتح باب الدعم والتمويل. اتفضل يا استاذ رمسيس. اولا كافه الاديره اللي موجوده في مصر حاليا سابقه على دخول الاسلام. دي مناطق يعني دير الانبا انطونيوس سابق على دخول الاسلام بكتير. كل الاديره
بدون استثناء. ما فيش جينا النهارده الكنيسه ما قدمتش طلب للحكومه قلت لهم احنا عايزين نعمل دير، لا دي كلها اديره